عمره قعدة الجبنة مع النقز أو مع أصحابك زي ما بيقولوا البعض ما كانت قلة أدب ولا عطلة زي ما بيقولوا يا ناس البيت. الجبنة دي متنفسنا الأول والملازل بنجري له أول ما الدنيا تدينا ظهرها أو ما تمشي معانا صح. فدمت لنا يا أمنا عشة وخديجة وزينب وميري لأنهم كنتم وستكونوا ملاذنا الآمن دوما. يو السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد قسم الله، هنا فيديو جديد من قسم شو. طيب يا جماعة اللي حنتكلم عن موضوع حلو أو أنا عبي أوضحه من زمان، يعني إنه الموضوع ده أو إنه الجبنة ما عطلة، الجبنة ما فراغ، الجبنة احتياج يا جماعة. كثير من يا جماعة بعد اليوم ينتهي وبعد جوة النهار والشغل والإرهاق والتعب يكون مستني الليل يجي عشان يمشي القهوة ويقعد مع اخوانه واصحابه ويقل الارهاق الجسدي والنفسي ده شوية. لكن قبل تطلع بتسمع شوية نقة في البيت، يا ادخل العطل اللي بيستعمل فيها دي، يا ادخل الفراغات اللي بيسوي فيها دي وتعال ارقد ارتاح خير لك. انا ما بلومهم صراحة لانهم بيكونوا فاكرين ان النوم ده هو الراحة بالنسبة لك، وهم ما فاهمين اصلا انت لو ما مشيت فكيت همومك دي كلها في الجبنة ما حتقدر تيجي تحط راسك دي في المخدة اصلا. بعدين ده غير انه لازم تكون طعمك اليوم باليوم، يعني كان فات يوم ما حتنحسب ثاني اصلا صح، وده القانون ده عندنا برانا لكل الناس الاكبر مننا وما في عمرنا وبتحضر في الفيديو بتاع الليله. انا الليله جاي اوريكم انه كيف القعده دي ممكن تفرق معانا في جوانب كثيره شديد انتم ما شايفينها. بس حابب اقول حاجه صغيره قبل ما ابدا. خلت عشان ما قاعد تخط لنا حاجات في القهوه ولا قاعد يخدرونا عشان يسرقونا صباحا اخر الليل، الكلام ده خلوه 2012، الكلام ده انتهى. هسه يبقى في شفشفه عينك، شفشفه عديل. لا لا جد الكراسي اللي احنا بنقعد فيها كل يوم دي بقت لنا اكثر من كوبايه قهوه اللي احنا بنشربها، حرفيا هي بقت البيت اللي بيلمنا. لانه زي ما انتم عارفين الوضع بقى عصار، يعني بقى انت تخيل انك تقول لزول ان احنا جايينك في البيت وانت ممكن تكون اكثر ناس فاهمين الحته بتاعت الظروف صعبه دي، فهي اللي نحن بنتعامل معاه زي البيت المأجرين نحن كلنا. تعالوا في اي زون بتلقاه فاتح، الناس قاعدين فاهم علي وما قاعد نعصر على زول في زمن ولا في اي شيء ثاني. احنا بيت مأجرين الشله، الكراسي بتاعتنا يعني خالتك عشا نيجي نقعد فاهمين. هتيجي تلقى الشباب ده، تلاقي واحد من الشباب بتقول له راح البيت فاهم، ده بيتنا بنتعامل معاه معامله بتاعت بيت، نحن دافعين ايجاره اللي هي حق القهوه ده. لو خدت عشان شالته مننا اصلا يعني في حاجه ممكن تكون انتم ما عارفينها، القهوه بقت محل شغل. معظم اجتماعات شغلنا ويعني اشغال حياتنا كلها بقت في الجبنه. واقرب مثال فيديو الليله ده انا كتبته في الكرسي البرتغالي بتاع حج عشا في الخيمه الورا، ومعظم فيديوهاتي قاعد اكتبها هناك، ومعظم النجاحات اللي كانت في حياتي بدايتها ونهايتها كانت في الجبنه. فارجوكم ما تقلوا لنا من الحاجه دي الحاجه الوحيده اللي بتخدر لنا الالم والوجع اللي في حياتنا ده كله. في اخر الفيديو اتمنى اكون قدرت اشرح لكم الجبنه او القهوه بالنسبه لنا نحن شنو، وما اكون نسيت شيء. واتمنى لاي زول وصل للمرحله دي من الفيديو او كمل الفيديو للاخر ينزل يكتب لنا تحت مشاعره تجاه قعدته في القهوه شنو، ونحاول نوضح للناس زي اكثر واكثر القهوه دي هي شنو، والقهوه ما عطله والقهوه ما فراغات تمام. بس يعني القهوه احتياج، انا دار انشر القانون ده في الارض فاهمين. فاي زول يكتب لنا تحت تجربته او حبه للقهوه عامل كيف تمام، عشان الناس اللي فاهمين الغلط او ناس البيت يفهموا نحن نمشي القهوه ليش. بالاخر شكرا لكم كثير انكم حضرتوا الفيديو للاخر، واتمنى تكونوا استمتعتوا وعجبكم فيديو الليله وعجبكم المحتوى اللي بنقدمه في الفتره اللي فاتت. اول شيء شكرا لكم شديد على الدعم، واكتبوا لي تحت في الكومنتات دايرين نقدم لكم شنو كالعاده. ده فيديو في المقترحات بتاع الكومنتات ان عمل فيديو، اكتب الفيديو بتاعك تحت عشان عرض في الاسابيع الجايه. في اخر الحلقه ما تنسى تعمل لايك سبسكرايب شير للفيديو وتدعي اصحابك للصفحه عشان احنا بدينا نكبر بصوره حلوه بسببكم انتوا يا جماعه. فنتلاقى الفيديو الجاي ان شاء الله، وفي امان الله. كان معكم محمد قسم الله، هنا قسم شو. السلام عليكم.